الحضارة مع الدكتور وسيم السيسي. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مصر الحضارة. في الحلقة بتاعت النهاردة بسرعة كده يعني عاوز أناقش يعني مفاهيم خاطئة عن الحضارة المصرية القديمة. أقول لك فراعنة، ظلمة، سخرة، وطبعا كل اللي روج هذا الكلام هم اليهود. مع ان حين اقرأ يعني الكتاب بتاعهم الا وهو العهد القديم الا وهو التوراة، اجد يعني مش معقول يعني الكلام ده. اول دليل ان لا فيه سخرة ولا استغلال ولا الكلام ده كله، ان الله لما امر موسى بان يعلم البيوت بتاعتهم بالدم، عشان لما الملاك ينزل يقتل كل بكر من أبكار المصريين، من بكر الفرعون حتى بكر البهيمة على حسب ما قالوه يعني، يقدر يفرق بين بيت المصري وبيت اليهودي. يعني معنى كده إن بيتك زي بيتي. طب إزاي أنت عبد عندي وأنا بسخرك تشتغل عندي والآخر وأنت بيتك زي بيتي؟ دي الحاجة التانية وهم خارجين برضو في العهد القديم، أن خدوا ثياب المصريين، طلبوا منهم ثيابهم، فالمصريين بكرمهم ادوا لهم. اديني ذهبك، سلفوني، رحنا مسلفينه لهم. اديني الفضة بتاعتك، ادينا لهم. معنى كده ان احنا بنعاملكم يعني اخوات وان كنتوا حبايب. تصور النهاردة مثلا حد يجي يطلب ثيابك ولا من زوجتك يطلب ذهبها وفضتها، ما لم تكن العلاقات طيبة جدا، مش هنعمل الكلام ده كله. والشيء المؤسف ان في العهد القديم ربنا يقول لهم اسلبوا المصريين، يعني اسرقوه. يعني المهم الشيء الغريب والاكتر من كده ان لما راحوا لسيناء اللي قعدوا فيها 40 سنة زي ما هم بيقولوا، غضبوا على موسى وقالوا له خرجتنا من مصر ليه وقد كنا في مصر نأكل لحما حتى نشبع؟ طيب يعني احنا مشبعينكم ومأكلينكم ومدينكم ثيابنا وذهبنا وفضتنا وبيوتكم زي بيوتنا، وبعد كده ترجع تقول احنا بهدلناكم وكنا مسخرينكم؟ ما يمشيش. مصر الحضارة مع الدكتور وسيم السيسي. الكذب ملوش رجلين. واللي أكد هذا الكلام 2 من علماء اليهود، وأرجو أن كنتوا تقروا كتابهم، والكتاب بتاعهم موجود ومترجم. الكتاب اسمه The Unearthed Bible أو التوراة اليهودية، مكشوفة على حقيقتها بناء على علم الآثار. الكتاب ده مؤلفه 2 علماء يهود، واحد اسمه سيلبرمان والتاني اسمه فانكلشتاين. واحد منهم أستاذ آثار في جامعة تل أبيب، والتاني أستاذ آثار في نيو هافن في الولايات المتحدة الأمريكية. لكن الاتنين يهود والاتنين علماء آثار، والاتنين مطلعين هذا الكتاب الخطير، التوراة اليهودية مكشوفة على حقيقتها بناء على علم الآثار. موجود في المكتبات المصرية عندنا هنا هذا الكتاب، ومترجم ترجمة رائعة جدا للعربية. وإزاي إن قعدوا سنين طويلة عريضة يدوروا على أثر واحد في سيناء، وفي الآخر يقولوا لنا مش معقولة ناس زي ما هم بيقولوا 10-40 سنة ما نلقاش شقفة مكتوب عليها كلمة ولا بردية ولا أثر ولا تمثال ولا أي حاجة من الحاجات دي كلها التي تدل على أن دول ناس عاشوا 40 سنة في برية سيناء. فمسألة أن يعني أن فراعنة وجبابرة والآخره، العدالة كانت هي في مصر. وكما حدثتكم في حلقة سابقة أن هذه الحضارة قامت على العدالة. فهنناقش في مرة تانية بعض الأكاذيب
والادعاءات التي يدعيها اليهود على الحضارة المصرية. فإلى اللقاء في حلقة قادمة في برنامج